عايز اعرف الاهلاويه مالهم ومالنا، ما تسيبونا نفرح يا عم. عمالين يقولوا لك الزمالك جايب صفقات اسلحه فاسده، والزمالك مش عارف عامل ايه، والزمالك دار مسنين. انت مالك؟ ما تخليك في حالك يا سيدي، وحد اتكلم عليك؟ فرحانين بالصفقات الجميله اللي احنا عاملينها، النجوم اللي احنا جايبينهم. عبد الله السعيد، عبد الله السعيد، يا عبد الله يا عبد الله. يعني بصراحه انا كزملكاوي مبسوط جدا 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 ان عبد الله السعيد جه نادي الزمالك. لعيب قيمه كبيره جدا في الكره المصريه، ما يقلش عن ابو تريكه، ما يقلش عن اي حد، ما يقلش عن صلاح، ما يقلش عن حسام حسن. ولولا ان عبد الله السعيد كان في بيراميدز كان الاعلام اتكلم عنه بطريقه تانية خالص، ودي غلطته ان هو طلع من الاهلي راح بيراميدز. لو كان طلع من الاهلي راح الزمالك كان خد حقه اعلاميا وجماهيريا. طبعا بيراميدز فلوس بس، مش قادر يحقق معاه بطولات، ومش قادر يبقى له ظهير اعلامي قوي يدافع عنه سواء على الفضائيات او على السوشيال ميديا، ومالوش جمهور يدافع عنه. اكيد عبد الله السعيد وانتقاله لنادي الزمالك هيفرق مع عبد الله، وهيفرق كمان مع نادي الزمالك، لان عبد الله السعيد لعيب امكانياته عاليه جدا، ولعيب من ضمن نادي يعني عبد الله السعيد، معلومه ممكن ما تكونش ناس تعرفها، ان عبد الله السعيد من اللعيبه اللي احرزت اكتر من 100 هدف في الدوري المصري. وفي سيناريو بقى انا بتمنى ان هو يحصل ان شاء الله في مباراه الاهلي والزمالك في الكاس الجاي يوم 7 مارس، ان عبد الله السعيد هو اللي يكسب نادي الزمالك المباراه. وساعتها هتبقى الفرحه الزملكاويه فرحتين، ومحدش هيقدر يقف قصادنا ساعتها. بتمنى بقى ان عبد الله السعيد، ناصر ماهر، احمد حمدي يفرحونا ويكسبونا بطوله الكاس، عشان تبقى الفرحه فرحتين: فرحه الفوز بالبطوله والفوز على النادي الاهلي، وفرحه كمان الصفقات اللي احنا عملناها واثرت. طبعا بقى هنشوف حمد الفلسطيني، وهنشوف بقى عبد الله السعيد، واحمد حمدي لاعب النادي الاهلي ولاعب مونتريال، وناصر ماهر لاعب النادي الاهلي، وهنشوف بقى متيابا اللي هو المهاجم الاوغندي. هنشوف بمعنى اصح المدرب الجديد لنادي الزمالك. هنشوف بقى تشكيله نادي الزمالك. صحيح ان في ماتش قبل ماتش الاهلي، هو ماتش نادي الزمالك ونادي الاسماعيلي يوم 19، وطبعا النادي الملكي وحشنا ان هو يلعب، وحشتنا مباريات نادي الزمالك والفارس الابيض. ولكن انا بقول لكم من دلوقتي اهو المعيار والمقياس اللي هيحدد فعلا هل المدرب بتاعنا جوميز مدرب قوي وكبير ولا لا، هو ماتش الاهلي. بنتمنى ان شاء الله ان نادي الزمالك يقدر يحقق الفوز على النادي الاهلي. الموضوع بقى التاني اللي هنتكلم عليه النهارده، وهو موضوع الحلقه اساسا، في صفقه زملكاويه ضخمه جدا هتهز وسط الرياضي في مصر كله، والكوره والاعلام هيتصدم لما يعرف الصفقه اللي هيعملها نادي الزمالك مع لاعب النادي الاهلي. لاعب تقيل جدا 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 في النادي الاهلي. نادي الزمالك هيتعاقد معاه ان شاء الله. من مميزات اللاعب ده، مش عايزين نقول مركزه لاننا لو قلنا مركزه هيعرفوه. هو لاعب اداؤه كده في حته من زيزو، حته من شيكا، حته من ايمن حفني. لاعب مزاجنجي، لاعب مهاري، لاعب من اللي هو في موقف واحد على واحد عنده ابداع، عنده كرياتيفيتي، يقدر يفوت في الهواء، يفوت في الحديد، في لحظه تلاقيه كال المدافع وسرق. وكورته الحلوه دي طبعا يعني محتاجه المكان اللي يقدرها مدرسه الفن والهندسه. ملوش مكان في الاهلي. الاهلي حافظ مش فاهم، عايز واحد يأدي وخلاص، يدافع، يهاجم، مش عارف ايه، يجري، عايز جري وخلاص. انما الفن والهندسه والمهاره والاداره والشطاره والحلاوه يجي نادي الزمالك. اللاعب ده يا جماعه لما نادي الزمالك يعلن عن الصفقه هيعمل ضجه كبيره جدا جدا جدا. وطبعا هيبقى بقى مع عبد الله السعيد ومع زيزو ومع شيكابالا ومع دونجا ومع سيف فاروق جعفر. اللعيبه المهاريه دي هيبقى في وسطهم، هيبقى حبايه الكريز الصفقه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. وبنتمنى ان شاء الله انها تتم، ولكن مش حابين نعلن عن اسم الصفقه الا لما فعلا نادي الزمالك يعلن عنها بشكل رسمي. طبعا في ناس هتروح دماغها لحسين الشحات. طبعا احنا نتمنى ان حسين الشحات يجي نادي الزمالك، بس مش حسين الشحات هو لاعب في مستوى حسين الشحات. وطبعا في كلام على محمد شريف، بس يعني نستبعد محمد شريف دلوقتي لان لسه العقد بتاعه في السعوديه. طبعا نادي الزمالك مش هيقدر يخش في منافسه مع الانديه السعوديه على لعيب
هيضطر يدفع مبلغ ضخم طبعا، وده مش في مقدره نادي الزمالك دلوقتي. تابعوا معانا على قناتكم صيادين النيل، وما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه وتعملوا مشاركه لفيديوهاتنا عشان توصل لاكبر عدد من المشتركين. بشكركم والى اللقاء في مزيد من الفيديوهات على قناتكم صيادين النيل.